سقوط لبنان مكتوب في كتاب النبي يوئيل من 2600 سنة بالدليل القاطع. مكتوب: وماذا أنت لي يا سور وصيدون وجميع دائرة فلسطين؟ هل تكافئوني عن العمل أم هل تصنعون بي شيئا سريعا؟ بالعجل أرد عملكم على رؤوسكم، لأنكم أخذتم فضتي وذهبي وأدخلتم نفائسي الجيدة إلى هياكلكم، وبعت بني يهوذا وبني أورشليم لبني الليوئين لكي تبعدوهم عن تخمهم. ده زمان. بص بقى، هو هي في نهاية الأيام هيعمل إيه؟ بيقول: ها أنا ذا أنهضهم من الموضع الذي بعتموهم إليه وأرد عملكم على رؤوسكم. بيتكلم عن لبنان وفلسطين، إن الرب الإله هيعطي إسرائيل إنها تضرب 7 دول عربية في حرب يوم القيامة، والمنطقة دي من أول النيل لحد الفرات هتبقى منطقة إسرائيلية حسب اللي مكتوب في كتاب النبي يوئيل. أنا ولا مع ولا ضد، أنا بقول لك النبوة دي بقى بتقول إيه؟ النبوة دي بتقول كلام خطير جدا: جماهير جماهير في وادي القضاء، لأن يوم الرب قريب. في وادي القضاء الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها. بيتكلم انه عن احداث اخر 7 سنين في الارض، ان اسرائيل هتقوم تضرب 7 دول عربية في حرب يوم القيامة، وان كل الامم هتتجمع من امريكا لروسيا. هيتجمعوا فين؟ القطبين اللي في العالم اللي بيحاربوا بعض في اوكرانيا هيتجمعوا في الموضع المقدس، وهتكون حرب نهاية الايام. كل قطب ليه راس حرب. هتلاقي القطب اللي هو بتاع روسيا والصين هتلاقي راس الحربة بتاعته ايران، والقطب الغربي بتاع امريكا واوروبا راس الحربة بتاعته اسرائيل، والاتنين هيخشوا في بعض حرفيا حسب النبوة. بيقول لك ايه؟ بيقول لك: اسرعوا وهلموا يا جميع الامم. بيقول لكل جيوش جميع الامم: اسرعوا هلموا، يعني تعالوا من كل ناحية واجتمعوا. طب اجتمعوا فين؟ عند وادي يهوشافاط. وادي يهوشافاط في الارض المقدسة. بيقول لك ايه؟ الى هناك انزل يا رب، ابطالك تنهض وتصعد الامم الى وادي يهوشافاط. وادي يهوشافاط، وادي قدرون، امام جبل الزيتون في المدينة المقدسة، لاني هناك اجلس لاحاكم جميع الامم من كل ناحية. يعني الله هيجمع كل جيوش كل الامم من كل ناحية عند الموضع المقدس اللي بتدور فيه الصراع حاليا ما بين الاسرائيلي والفلسطيني. في الوقت ده كل الامم هتجتمع في المكان ده. وبيقول لك: ارسلوا المنجل لان الحصيد قد نضج. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان العالم بقى تعداده 7 مليار بني ادم، فبيقول للملائكة: ارسلوا المنجل واحصدوا. احصدوا يوم حصاد يوم القيامة. اسمع الكلام. بص بيقول لك ايه: هلم ودوسوا لانها قد امتلأت المعصرة، فاضت الحيضان لان شرهم كثير. انت عارف الانهيار الاخلاقي اللي بيحصل في العالم هو من سبب رئيسي من اسباب يوم القيامة، لان الاب انقلب على ابنه، والابن انقلب على ابوه، والاخوات ابتعدوا عن بعض. فمن اجل هذا هينزل السيد المسيح على جبل الزيتون ملك اليهود العظيم، ويدي الملك لاسرائيل على كل ال7 دول العربية اللي حواليها. في الوقت ده هيكون ملكوت السماوات يوم واحد ك1000 سنة، يوم لا طلع له نهار ولا نزل له ليل، وهيكون الرب وحده، اسمه وحده. كل الشعوب هتيجي تسجد للرب في المكان ده. كل الناس اللي باقية من حرب يوم القيامة هتشوف السيد المسيح ملك الجبار. الوقت قريب. خش فلك نوح التاني اللي هو السيد المسيح عشان تنول الحياة الأبدية، وما تقفش في الطل، لأن اللي واقف في الطل الطوفان الأولاني كان من مية، التاني هيكون من نار. فاستعدوا للقاء إلهكم.